مساحه في دفاع الاهلي كان جيد جدا. لو رجعنا من اللقطه من البدايه، نعم. الدفاع بتاع الاهلي ده كبير، احنا اتكلمنا انه كان متميز جدا. اللقطه من البدايه قبل من التمريرات من وسط الملعب بالنسبه للهدف ده. لو رجعنا له التمرير كان جيد. التمرير هو اللي خلق المساحه في ظهر الدفاع بتاع الفريق بتاع الاهلي. مدني. التسديد كان موجود. صلاح كان اكثر من رائع. لو عينا للايجابيات اللي انا حاسس ذكرتها دي، ممكن الايجابيات دي تسمح لك بانك تدخل الهدف في اكثر الفرق المنظمه نعم. دفاعيا. الهدف ده خطا يمكن في مشترك ما بين الحارس والدفاع، خطا في التمركز بتاع المدافعين، خطا في تغطيه المساحه وفي الرقابه على الخصوم، وخطا في التوقيت بالنسبه لحارس المرمى اللي طلع في توقيت يمكن غير كان مناسب. خاطئ. عشان كده يمكن استطاع الهلال انه يحرز اهداف. الحالات اللي احرز فيها الهلال الاهداف هي حالات ممكن تحصل لفريق. يمكن انا بعزي انه الهدف الاخير، الاخطاء الكثيره اللي حصلت في الهدف الاخير ده بعزيها للشرود الذهني